بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع أنبياء الله والمرسلين. السيدات والسادة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البحث عن الأسس المشتركة بين الأديان، وهو محور الحديث، يمكن الإشارة إلى أن بعض الكتاب والباحثين، وخصوصا في القرن الثامن عشر، نفوا ارتباط الإنسان بالدين، وقرروا أن الدين ومسائل الروحانيات أمر مستحدث وطارئ على حياة الإنسان. بل أكثر من ذلك، يذهب الكاتب والفيلسوف الفرنسي فولتير إلى أن فكرة التأليه إنما اخترعها دهاة ماكرون من الكهنة والقساوسة الذين وجدوا من يصدقهم من الحمقى حسب زعمه. ولكن لم ينقض القرن الثامن عشر حتى ظهر خطأ هذه المزاعم، وتبين أن فكرة الدين والتدين فكرة مشاع لم يخل عنها أمة من الأمم، لا في القديم ولا في الحديث. بل أكثر من ذلك، لا توجد في الواقع ظاهرة أخرى أكثر انتشارا أو ثباتا من مجتمع إلى مجتمع من ظاهرة تطلع الإنسان نحو الإله، حتى أنه من العسير أن نفترض وجود مجتمع خلا من التدين، إلا إذا اعتبرناه متسما بالبلاهة أو العجز. بل إنه قد وجدت وتوجد جماعات إنسانية بدون علوم وبدون فنون وبدون فلسفات، ولكن لم توجد جماعة إنسانية أبدا بدون دين. فحيثما يوجد الناس يسكن الدين، وهي المعروفة في المفهوم الإسلامي بالفطرة، حيث يقول القرآن الكريم: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. من هنا وجد الأنبياء والرسل ليعلموا الناس الدين ويذكروهم بالفطرة. وما من أمة إلا وقد أرسل الخالق لهم نبيا، ابتداء من نبي الله آدم واختتاما بنبي الله محمد، عليهم جميعا أفضل الصلوات والتسليمات. من هنا يقول القرآن الكريم مخاطبا النبي محمدا عليه الصلاة والسلام: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وعند دراسة واعية لكل هذه الأديان القديمة والحديثة، نكتشف مشتركين أساسيين بينهما، وخاصة الأديان السماوية وكثير من الديانات الوضعية أو الإنسانية التي ربما أصلها سماوي. هذين المشتركين هما وحدانية الخالق وكرامة الإنسان. في مبدأ وحدانية الخالق نجده مبدأ مشتركا بين كل الأديان السماوية،
من خلال الإيمان بإله واحد هو خالق الكون وهو المعبود بحق. نجدها في اليهودية في أول 4 وصايا من الوصايا العشر تؤكد أهمية التوحيد، حيث الوصية الأولى عن وجود الله، والثانية عن عدم اتخاذ إله آخر مع الله، والثالثة عن عدم اتخاذ صورة أو تمثيل لله، والرابعة عدم التلاعب باسم الله أو تشبيهه بأي شيء آخر. كذلك نجدها في المسيحية، حيث يؤمنون بتوحيد الخالق بناء على الوصايا العشر في التوراة، حيث أنها جزء من الإنجيل، كما نقرأها في إنجيل متى، حيث يقول السيد المسيح معبرا عن قوة ووحدانية الله، ويأمر بعدم عبادة أي إله آخر سوى الله، حيث يقول إن الرب إلهك لا تعبد إلها آخر. كذلك نجدها عند إخوتنا الإيزيدية، حيث تعتبر وحدانية الله من العقائد الأساسية، حيث يؤمنون بأن الله الواحد في طبيعته وجوهره بلا شريك ولا نظير ولا شبيه له، هو الإله الخالق والحاكم العليم، وأنه لا يمكن وصفه بأي صفات بشرية. ونجدها في الإسلام بكل وضوح كالشمس في رابعة النهار، حيث يقول القرآن الكريم: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. كذلك قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. في المبدأ الثاني عمارة الكون ومحوره الإنسان وكرامته، تشترك الأديان والمعتقدات في جميع أنحاء العالم، من اليهودية إلى المسيحية إلى البوذية، ومن الإسلام مرورا باليزيدية إلى الهندوسية، في أوجه تشابه مذهلة في تعاليمهم، حيث تعتبر مفاهيم مثل الحب والرحمة والعدالة عامة لكل بني البشر. هذين أصلين مشتركين في كل الديانات السماوية، ولكن الأثر الذي ترتب على إيمان كل دين بالتوحيد جعلتهم يدوسون المبدأ الثاني أحيانا، حيث انشغلوا بآثار الإيمان بعالم الغيب عن عالم الشهود الذي نحياه، بل أكثر من ذلك كثيرا ما راح عالم الشهود ضحية عالم الغيب. فقد رأت اليهودية من خلال مفهوم التوحيد أن الله قد اختار واصطفى شعبا من الشعوب جعلهم محل تكريمه في الدنيا والآخرة، ولذا فهم موعودون بالجنة التي خلقت لهم ومن أجلهم دون سواهم. وهكذا المسيحية التي اعتقدت من خلال التوحيد بأن الخلاص والغفران ودخول ملكوت الله والفوز بالجنة لا يحظى به ولن يناله إلا المؤمنون بعقيدة الخلاص والصلب والفداء، وهذه العقيدة هي مفتاح الجنة. ونحن المسلمون نرى أن للجنة مفتاحا واحدا لا ثاني له،
هي كلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبالتالي فلن يشم ريحها من لقي الله بغير هذه العقيدة. إن كان هذا حقا عند كل دين، وإن كنا نختلف حول مسألة جنة الآخرة في الحياة الأخروية، لكننا متفقون في كل الديانات التي تدعو وتحض على التعاون لتحقيق جنة الحياة الدنيوية، وذلك من خلال التآخي والتآزر والتعاون على عمارة الكون وتنمية مواردها والاستفادة من ثرواتها وإقامة العدل والمساواة بين أهلها وإغاثة البائس الملهوف من فقرائها والعمل المشترك على إنهاء الحروب والخلافات والصراعات التي تجلب على البشرية الدمار. في عالم يتسم بتنوع الأديان والثقافات واللغات، من السهل جدا التركيز على اختلافاتنا ونسيان الأسس المشتركة التي تربطنا معا، وإشعال نار الفتنة والبغضاء التي تسهل الأرضية للحرب والصراع والدمار وحرق الأخضر واليابس. ولكن أن نكون صادقين مع أدياننا، فعندنا قدر كبير مشترك بين الأديان كلها، هي أسس وقواعد للتعايش المشترك بين الناس جميعا، والتي تشكل حجر الزاوية لبناء مجتمع متناغم. من خلال التعرف على هذه الأسس وتفعيلها يمكننا تعزيز الوحدة والتفاهم والرحمة بين الأفراد من جميع الأديان والمعتقدات، وهذا ما ينبغي أن نعمل عليه، وأن تتكاتف الجهود وتتضافر لدعمها ونشرها وإظهارها عمليا بين الناس. فالأديان جميعا تحمل مجموعة من المبادئ الأخلاقية التي تهدف إلى تحسين السلوك الإنساني وتوجيهه نحو الخير والتسامح. نبتدئها أولا بمبدأ الكرامة الإنسانية، فهي حق لكل البشر، مؤمنهم وكافرهم، تقيهم وعاصيهم، أبيضهم وأسودهم، بغض النظر عن أي شكل من أشكال اختلافاتهم، فالكرامة الإنسانية محفوظة لهم جميعا، وهي قيمة مركزية في جميع الأديان. قررته التوراة في سفر التكوين فقال: جعلته، أي الإنسان، جعلته أدنى قليلا من الملائكة إلى حين، ثم كللته بالمجد والكرامة وأعطيته السلطة على كل ما صنعته يداك، أخضعت كل شيء تحت قدميه. في الإنجيل يتم التأكيد على أن الكرامة الإنسانية لجميع البشر بغض النظر عن خلفياتهم الاجتماعية أو الثقافية أو الدينية. كذلك نجدها في اليزيدية أن الإنسان خلق على صورة الله ويحمل قيمة وكرامة عظيمة. هذه الهبة الإلهية للإنسان بالكرامة دون قيد أو شرط من النصوص التأسيسية في الإسلام، والقرآن الكريم يوضح هذا من دون مواربة، حيث يقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. المبدأ الثاني مبدأ الحب والرحمة، حيث جميع الأديان السماوية
تؤكد على أهمية الحب والرحمة في تعامل الإنسان مع الآخرين، وتشجع على التصرف برقة ورحمة تجاه جميع المخلوقات. نقرأها في التوراة: لا تنتقم ولا تحقد على بني شعبك بل تحب صاحبك كنفسك. نقرأها في التوراة: الغريب النازل في وسطك يكون لك كمواطن بينك وتحبه كنفسك لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر، أنا الرب إلهك. نتعلم المحبة والرحمة أيضا من خلال إنجيل متى، حيث يقول السيد المسيح: أحبوا أعداءكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، باركوا لاعنيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. نقرأها ونتعلمها من القرآن الكريم عندما يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. نتعلمها من الحديث الشريف: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. نتعلمها من الحديث الشريف حيث يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء. نتعلمها من الحديث: في كل كبد رطبة صدقة. المبدأ الثالث مبدأ العدالة والمساواة، حيث جميع الأديان كلها تدعو إلى معاملة الجميع بالعدل والمساواة بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنس أو الطبقات الاجتماعية. فنقرأها في التوراة: لا تعملوا ظلما في القضاء، لا تحابوا ولا تتبعوا بالشر شهوة. نقرأها في إنجيل متى حيث يقول السيد المسيح: طوبى للذين يجوعون ويعطشون إلى البر لأنهم سيشبعون. هذا النص يشير إلى أن الذين يسعون للعدل والبر ويتعطشون له سيشبعون وسيجدون الرضا الروحي. نقرأها في القرآن الكريم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. نقرأها في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. نقرأها في القرآن: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. رابعا، التسامح والتعايش السلمي، وهو من المبادئ الأساسية في كل الأديان التي تحث على قبول الآخر واحترام الاختلاف في الآراء في العقائد، وتدعو إلى التعايش السلمي بين أفراد المجتمع. لا تختلف في هذا اليهودية عن المسيحية عن الإسلام عن اليزيدية. ففي كل دين من هذه الأديان نصوص تلزم المؤمنين بها بالتعامل مع بقية أبناء الأديان الأخرى بالمحبة والتسامح وعدم نبذ الآخر المختلف عقيدة ولونا وشكلا. وهنا
أكتفي بعرض نموذجين إسلاميين جسدهما النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، هما وثيقتين دستوريتين مهمتين أساسيتين تنظران لرؤية الإسلام للآخر، وهما وثيقة المدينة وعهد النبي صلى الله عليه وسلم لنصارى نجران. ففي وثيقة المدينة التي أمر بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأشرف عليها ووقعها مع النسيج اليثربي المدني وخاصة من اليهود، تدل بوضوح على اعتراف الإسلام بالواقع المجتمعي التعددي وبالحقوق المتساوية لكل الفئات المجتمعية المختلفة عرقا ولغة ودينا. بل أكثر من ذلك، اعتبرت الوثيقة اليهود أمة مع المسلمين لهم دينهم وللمسلمين دينهم، كما وردت في المادة 24 من وثيقة المدينة: وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم. وفي عهده صلى الله عليه وسلم لنصارى نجران في السنة 10 من الهجرة عام العهود، نص أول بند في الوثيقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتعهد وأن أحمي جانبهم وأذب عنهم وعن كنائسهم وبيعهم وبيوت صلواتهم ومواضع الرهبان ومواطن السياح حيث كانوا من جبل أو واد أو مغار أو عمران أو سهل أو رمل، وأن أحرس دينهم وملتهم أين كانوا من بر أو بحر شرقا أو غربا، بما أحفظ به نفسي وخاصتي وأهل الإسلام من ملتي، وأني أدخلتهم في ذمتي وميثاقي وأماني من كل أذى ومكروه، وأن أكون من ورائهم أذب عنهم كل عدو يريدني وإياهم بسوء بنفسي وأعواني وأتباعي وأهل ملتي، لأني أعطيتهم عهد الله على أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين وعلى المسلمين ما عليهم، حتى يكونوا للمسلمين شركاء فيما لهم وفيما عليهم. من هنا أيها السادة، ومن خلال هذه المبادئ المشتركة بين الأديان، نؤكد على حاجة الإنسان للإنسان وحاجة الغرب المادي للروح الإسلامية وحاجة الشرق الإسلامي للإنجازات الحضارية الغربية وحاجة المسلم للمسيحي واليهودي واليزيدي وحاجتهم جميعا للمسلم، فنحن نتكامل سويا. وصدق أبو العلاء المعري حين قال: الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. فلنفتح باب الحوار على مصراعيه بين كل أتباع الأديان لنتعارف ولنتبادل الخبرات ونتكامل، لنفتح باب الحوار لا لنتجه إلى المختلف بقدر ما نتجه إلى المشترك، ونبحث عن نقاط اللقاء أكثر مما نبحث عن مكامن الفراق
وهو لون قد نكون نسيناه في غمرة ما ننجر إليه عادة من اكتشاف مواطن الاختلاف والبحث عن مزالق الآخر وأوجه الاختلاف معه، وهو الحوار الذي يرمي إلى إهانة الخصم وإذلاله تلبية لمطالب الجمهور الهائج المتحفز أصلا لسحق الآخر بغرض تحقيق استعلاء أيديولوجي، وهو ما يرغب به بارونات الإعلام لإظهاره دوما على أنه النموذج الأكثر نجاحا في الحوار. لنطرح اليوم صيغة أخرى للحوار، صيغة تؤسس على المشترك وتدعو إلى تعزيزه والبناء عليه لغد مشرق لجميع أبناء الإنسانية. وشكرا لإصغائكم.